السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفوا طريقة كيفية التحقق من صحة عملية الضرب. مثلا تلميذ ملي كيدير عملية الضرب كيكون عنده واحد التخوف في الصحة ولا المصحة، أولا كيقدر يحسب كيفاش هو كينسى شي احتفال ولا كينسى شي حاجة ما كيديرهاش. يعني هاد الطريقة كتجي باش تخلي التلميذ أنه يتحقق من صحة العملية، واش دار كملها صحة أو غلط في شي حاجة ولا نسى شي حاجة. داكشي علاش خاصنا نتبعوها ونفهمو. دابا درنا هنايا جوج عمليات نفسهم، وحدة صحيحة وحدة خطيرة. دابا خاصنا نتأكدو منهم فين هي صحيحة فين هي خاطئة. عندنا 8643 ضرب 579 نفسها هي اللي كاينة، غير هو الناتج مختلف. الناتج ورينا مختلف. هنا عندنا 5,013,297، هنا عندنا 5,004,297. يعني باش نتحققو التلميذ باش يتحقق العملية واش صحيحة ولا خطأ، يعني كل واحد كيفاش يخرج ليه، ماشي كلهم يخرجوا بحال كل واحد يخرج ليه. كاين اللي يحافظ على الضرب مزيان ولكن كيغلط، كينسى في الجمع لأن هذا الجمع كيغلط فيه، وكاين اللي محافظ على الضرب كيغلط. كيبغيو نتحققو هنايا كاين واحد الطريقة سميتها كنقولوها طريقة المقص، كيسموها طريقة المقص، وهي كالتالي. يعني ناخذ واحد الكروة بحال هكذا يعني شكل مقص، نديرو مثلا هاد العملية كاع اليمين نتحققو منها. كندير واحد في الوسط ديالي واحد الكروة بحال هكذا، هاد الكروة على شكل مقص نديرها بحال هكا بحال المقص، فهمتي؟ هاد الكروة فيها 4 خانات، 4 خانات. هاد الخانة الأولى تكون خاصة بالحد الأول. يعني شنو خصنا نديرو؟ كندير مجموع هاد الأرقام، مجموع ديالهم اللي هنا 8 زائد 6 زائد 4 زائد 3، المجموع ديالهم خصنا نحطوه بشرط أني ما خصنيش نحط رقمين، خصني نحط رقم واحد. يعني يخرج لي رقمين ولكن يجيو أرقام جوج نجمعهم حتى هما. مثلا 8 زائد 6 14 زائد 4 18 زائد 3 21، خرج ليا 21. وخصني تكتب 21 كاملة، لا حتى هما خصني نجمعهم لأن هنا خص كل رقم كل خانة كندير فيها رقم واحد. يعني 21 حتى هي نجمعها، كندير 2 زائد 1 كتساوي 3، دونك ندير 3. إذا تبقات ليا خرج لي 3 خانات. هي الخانة اللي في الأسفل، الخانة اللي في الأسفل كندير فيها هي الحد الثاني، مجموع الحد الثاني. يعني خصني نجمع الحد الثاني تا هو ونحطو هنايا نفس الشيء، تا هو خصو يكون فيه رقم واحد. 5 زائد 7 زائد 9، 5 زائد 7 12 زائد 9 21. شوفنا بالصدفة جات بحال الفلانية، بالصدفة ماشي كتجي ديما. يعني 2 زائد 1 يساوي 3. هنا كنحبس، اش كندير؟ ملي كتعطى الضوء لهاد المقص اللي عندنا كناخد 3 في هاد الكروة اللي درنا، ها هو هاد المقص 3 في ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 كم تساوي؟ 9. 3 ضرب 3 تساوي 9. إذا خصني نحطها في هاد الخانة، كنضرب الحد الأول في الحد الثاني باش يخرج ليا كنديرو. إذا خرج ليا عاوتاني رقمين كنجمعهم عاوتاني، خص يكون هنا رقم واحد منهم. مثلا كان عندي 3 في 6، 3 في 6 تساوي 18. إذا ما عنديش 18 ندير 8 زائد 1 تساوي 9، أو 3 في 4 تساوي 12 ندير 2 زائد 1 تساوي 3. يعني دائما نحطو هنا رقم واحد، فهمتي؟ كيبقى ليا هاد الخانة اللي شنو خصني ندير فيها، وهذا هو الشرط الوحيد باش نعرفو صحة العملية، واش عندنا صحة ولا لا. خاص الرقم اللي يخرج لينا خاص يكون مطابق لهذا الرقم، خاص يكون مطابق ليه. يعني خاص يكون 9، خاص يخرج لنا 9. إلا ما خرج لنا 9 دابا عندنا شي خطأ في العملية، خاصنا نراجع العملية ديالي، فهمتي؟ وهاد الرقم اللي غنجيبوه من الناتج، نجيبوه من مجموع
الناتج، نغسل يجمع الناتج ذاك المجموع اللي يخرج ليا خصك تحطو إلا كان مطابق هذا الرقم إذا العملية صحيحة، إلا كان مخالف له عملية خاطئة خصني نرجع. فاهمين؟ نجبدو المجموع ديال الحل أو ديال الناتج، مجموع الناتج إذا 5 زائد 7 5 زائد 1 6 زائد 2 8 زائد 2 10 زائد 9 19 زائد 6 7 26 إذا 26 ونديرو 2 زائد 6 كنساوي 8. إذا خرجنا الناتج مخالف لهذا مخالف، إذا العملية عندي فيها خطأ، خصني نراجعها ونشوف الخطأ في عندي إما في هذا السطر أو هذا السطر أو هذا السطر أو هنا في المجموع، يعني خصني نراجع العملية ديالي خطأ في كاين. نجيو التالي نشوفو واش صحيحة أم خطأ. نفس القضية كندير النقص ديالي أولا الإكس ديالي مجموعه يخرج لنا 3 حل الثاني يخرج لنا 3 3 في 3 تساوي 9. إذا غنجي على المجموع نحسب 5 زائد 0 زائد 5 زائد 4 تساوي 9 9 زائد 2 11 زائد 9 20 زائد 7 27 إذا 27 2 زائد 7 تساوي 9 يخرج لي نفس خارج نفس مجموع الناتج 9 إذا العملية هي اللي صحيحة. نجيو بالطريقة كيفاش كنديرو من الطريقة ديال الراس كتسهل لينا بزاف نعرفو صحة العملية، نسهل العملية تكلمنا عن طريق المقص أو ما يسمى بالمقص. يعني إلا هذا الشيء المقص كيسموه الذي هكا كيبينا تسمى يجي بحال المقص. يعني هكا التلاميذ أحباء كنتمنى أنكم تستافدوا من هذه الطريقة، غادي نفهمكم بزاف وتسهل عليكم العملية. تما تبقى تراجع من الأول طالع عادي.